كيف يستعد كولر لمباراة الغد، وأيضا أكيد في تركيز على مباراة صن داونز يوم السبت اللي جاي ورحلة السفر ابتداء من يوم الأربعاء إن شاء الله. باذن الله يا محمد، انا عاوز اكد على كلامك اللي قلته في البدايه ان طبعا مباراه مهمه امام صن داونز ومن بعدها القطن الكاميروني، ولكن قدر النادي الاهلي انك بتلعب على كل البطولات كل موسم، فيعني الجهاز الفني بالطبع الاستعداد كله او الاهتمام الاكبر هو بمباراه المقاولين. المباراه المؤجله من الجوله 17 ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء على استاد الاهلي. طبعا مباراه صعبه جدا، خاصه يا محمد في ظل الضغط وفي ظل الوقت وفي ظل انك انت بتنافس على بطوله الدوري، عاوز تحافظ على صدارتك وترجع لقبك المفضل مره اخرى، وكمان بتستعد لرحله طويله جدا زي ما قلت لجنوب افريقيا ومن بعدها الكاميرون. يمكن اهم مميزات المران النهارده او اهم ملامح المران النهارده هو عوده محمد شريف للتدريبات الجماعيه، دخول خالد عبد الفتاح مره اخرى، وكمان احمد عبد القادر. لسه بقى طبعا محمود متولي يمكن بعيد شويه، حسين الشحات بيواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي، عمرو السوليه كمان بيواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي، ويمكن في اخر مراحل البرنامج. كل اللاعبين بحاله يعني نفسيه وفنيه ومعنويه اكثر من رائعه. الجهاز الفني بالطبع كان فيه محاضره النهارده قبل المران، طبعا درسوا فريق المقاولين يعني منافس الاهلي في مباراه الغد باذن الله بشكل كبير جدا، اتكلموا عن اهم نقاط القوه والضعف، الطريقه كمان اللي هيلعب بيها الفريق بكره. زي ما احنا اتكلمنا يا محمد، احنا حالا دلوقتي الفريق يعني بيختتم خلاص استعداده بالمران الاخير والاساسي. كل الاجواء زي ما قلت لك كلها منصبه على مباراه المقاولين، هتبقى خطوه نخلصها ومن بعدها ان شاء الله بقى زي ما انت قلت رحله طويله باذن الله لجنوب افريقيا ومن بعدها للكاميرون باذن الله. كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق لكل اللاعبين في رحله صعبه جدا. كمان يا محمد النهارده يمكن موجود المعد الذهني النهارده لفريق النادي الاهلي الجديد، ابرز يعني العناصر او اخر العناصر المنضمه للجهاز الفني للنادي الاهلي، وهو المعد الذهني الدكتور احمد ابو الوفا اخصائي الطب النفسي. بالطبع كل الفرق الكبيره حول العالم يعني بتستعين بخبراء الطب النفسي لاعداد اللاعبين ذهنيا قبل المباريات الكبيره وفي كل البطولات. يمكن النادي الاهلي محمد كان اول الانديه المصريه اللي سبقت في هذا المجال، وكان طبعا في عهد مستر مانويل جوزيه كان لفترات طويله كان معاه معد ذهني للفريق. وبالطبع النادي الاهلي هو اول من يفعل كل شيء وله الرياده دائما، وان شاء الله يكون موفق، وان شاء الله يكون كل العناصر اللي محتاجها الجهاز الفني موجوده باذن الله لتحقيق كل النتائج اللي بيرجوها جماهير النادي الاهلي في كل مكان. كلمه يا احمد اتفضل. اكيد. طب احنا قدامنا طبعا على الشاشه جانب من التدريبات ووجود كل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين، لكن بالمناسبه وانتم بتستعرضوا الجانب من التدريبات حتى دكتور احمد ابو الوفا استشاري الطب النفسي والمعد الذهني لفريق الكوره موجود كمان على دكه البدلاء. لما تيجي الصوره وتقرب منه هنقول لكم طبعا ده دكتور احمد، لان هو كمان واحد من مشجعي النادي الاهلي، واحد من جمهور النادي الاهلي اللي سبق قبل كده سافر في رحلات طويله جدا وموجود لتشجيع النادي الاهلي في المباريات الافريقيه. وده الجانب المهم جدا يا توفيق، ان اللي حتى بيشتغل في الاهلي مش بيشتغل كشكل احترافي فقط، لا كمان مهم جدا ان يكون واحد محب ومشجع للنادي الاهلي. طيب قائمه الغيابات والاصابات، هل في تعديل عايز تطمنا ممكن يكون في لعيبه ترجع في مباراه المقاولين ويكون جاهزه على ماتش صن داونز يا توفيق؟ يعني عاوز بس اضيف على النقطه اللي انت اتكلمت فيها يا محمد، يمكن ده اللي شفناه في دكتور احمد الوفا بالفعل، هو قاعد على دكه البدلاء تحس ان في فرحه في انبهار، انت موجود في المكان اللي انت بتحبه يعني كشغال كشغل احترافي، ولكن وجودك في مكان انت بتحبه وبتنتمي ليه اعتقد بيبقى فخر زياده، بتبقى حاسس بقيمه المكان قوي، وده ان شاء الله ينعكس بشكل كبير جدا على عمله. يعني السؤال الثاني وقائمه الغيابات، يعني اعتقد الاقرب للدخول لقائمه المقاولين في الغد يا محمد باذن الله هو خالد عبد الفتاح طبعا الظهير الايمن، وكمان احمد عبد القادر جناح الفريق، اعتقد دول هيبقوا اقرب العناصر. محمد شريف يمكن جاهز وشارك في تمرينات الامس واليوم، ولكن اعتقد يعني ممكن يتم ادخاره زي ما انت قلت في البدايه، يعني في بعض اللاعبين هيتم ادخارهم لرحله طويله جدا جنوب افريقيا ومن بعدها الكاميرون، فاعتقد الاقرب هو دخول خالد عبد الفتاح احمد عبد القادر. ويعني عاوز اطمنك كمان كهربا بيشارك بشكل تام وكامل في المران بشكل اكثر من رائع، خلاص يعني انت شايفها بنسبه 100% من الاصابه. كل اللاعبين دول ان شاء الله تشهدهم قائمه المقاولين، وباذن الله اي 11 لاعب يعني يكونوا مشاركين يا محمد يكونوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله يكونوا موفقين ويضيفوا 3 نقاط يعني جديده ان شاء الله تكون عونا في مشوار الدوري الطويل، خاصه ان تبقى قفلنا صفحه الدوري بنهايه شكلها كويس وب3 نقاط قبل ان شاء الله رحله السفر. يعني عاوز اقول لك دقائق قليله والتمرين هينتهي، من بعدها هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للمبيت باحد الفنادق القريبه من الاستاد باذن الله. ومن بكره بقى يوم الفريق هيبتدي مبكرا جدا، طبعا غزه المباراه هتبقى الساعه 5، هيبقى الفطار في 9 صباحا، الغداء في 1 ظهرا، وكمان المحاضره الفنيه هتبقى في تمام 3، ومن بعدها هيكون التحرك باذن الله لاستاد السلام لخوض مباراه الاهلي والمقاولين في اطار المباراه المؤجله من الجوله 17 دوري مصر الممتاز. وكل الدعوات باذن الله بالتوفيق، ويبقى النادي الاهلي دايما في المقدمه ويبقى دايما رقم 1. اخر حاجه توفيق بسرعه، السوليه الشحات متولي الموقف النهائي سريعا. يعني متولي اعتقد بعيد شويه يا محمد، حسين الشحات وعمرو السوليه هم اللي في المراحل النهائيه من التاهيل بتاعهم، وان شاء الله يعني يكون لهم نصيب ويلحقوا رحله جنوب افريقيا باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك على كل هذه المعلومات من ملعب التتش، وقدر الامكان حاولنا نطمنكم على اخبار الفريق.